جميعا. يعذرني الأخوات والإخوة، فحالتي الصحية كما تسمعون غير جيدة والحنجرة هانت. أتيت البارحة من السفر، ولكن مع ذلك بسماعي بهذه الوقفة التي تنظمها جمعية الزيتونة مشكورة لمساندة الأحرار والأبطال في تونس، لا يمكن أن أبقى في بيتي وأنتم تقفون هنا لمساندة الشرفاء، لمساندة الأحرار، لمساندة هؤلاء الذين يتعرضون يوميا للقمع. حدثني البارحة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وحكى لي ما تعرض إليه من هذه العصابات المنظمة، هذه العصابات الإرهابية. نقولها بصراحة وبملء الفم، هذه العصابة الإجرامية المنظمة قالها أصدقائه، قالتها المخابرات ورسائل المسؤولين الأمريكان، وفضحتهم ويكيليكس مؤخرا. قالوا هؤلاء هم عصابة منظمة ينهبون خيرات البلاد، ينهبون خيرات تونس. ونحن نقول لنا رسائل. الرسالة الأولى لشعبنا: يا شعبنا، هذه فرصتك، لا تتركوهم، هذه فرصتك، لا تتركوهم. إنهم بغوا، إنهم تجبروا، إنهم أفسدوا، فلا تتركوهم. تونس تونس حرة حرة، بن علي على برا. 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 تونس تونس حرة حرة. الرسالة الثانية للمعارضة وللمجتمع المدني في تونس، لحركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال والتكتل وكل الأحرار والشرفاء، أن يتحدوا وأن يقودوا، ينزلوا للمعركة، ينزلوا للميدان ويقودوا هذه التحركات، ولا يتركوا الشعب لوحده أمام هذه الهجمة. ثالثا، رسالتنا للمانحين، لفرنسا التي أخرجها الشعب التونسي. آباؤنا وآباؤكم، أمهاتنا وأمهاتكم أخرجوها ذليلة كمستعمرة، فرجعت اليوم من أبواب هذا النظام. اليوم تذهب وزيرة خارجية اليوماري الفرنسية لمساعدة هذا النظام وتعطيه عشرات الملايين في ظرف هي أحوج إلى هذه الأموال. نعم، عيب أن تكون فرنسا وبلجيكا اليوم تقف أمام نظام بان للجميع فساده، بان للجميع خوره. للمانحين، لا تنسوا أنه 57% من ميزانية تونس من المساعدات، مساعدات مباشرة أو غير مباشرة أو قروض أو نحوها. لماذا هذه المساعدات؟ نعم، نحن نتمنى أن تتواصل هذه المساعدات، ولكن بشكل مباشر. ليس لنا أدنى ثقة
في هذه الحكومة، ليس لنا أدنى ثقة في هذا النظام، ليس لنا أدنى ثقة في رأس وهرم السلطة تحديدا. وبالتالي عليهم أن ينجزوا هذه المشاريع بأنفسهم وعبر كل الهياكل والهيئات التي تعمل عندهم. ونحن أعلمكم بتكوين هيئة لمتابعة هذه الأشياء والحرص أمام المنظمات الدولية والمانحين على أن تتم تنفيذ المشاريع بشكل مباشر وليس عبر هذه العصابة الفاسدة. نعم، هذه هي رسائلنا. هذا النظام عليه وبالحق وفي أقرب الآجال أن يقع إطلاق جميع المساجين السياسيين الذين اعتقلوا في هذه المظاهرات أو الذين كانوا في الاعتقال في الفترة الأخيرة، سواء ما يسمى الإرهاب أو ما يسمى نحو بتسميات مختلفة، أن يقع اعتقال الجميع والصحفيين الذي تم اعتقالهم وكل هؤلاء. نعم، ودعوتنا من جديد للمجتمع المدني إلى اتحاد الشغل أن يتحمل مسؤوليته. يقول النظام توظيف، نعم، بن علي أصبح يتكلم عن تنظيف سياسوي، بن علي أصبح يتحدث عن لقد قتلتم السياسة في بلادنا. نعم، نحن نريد أن نرجع للسياسة عذريتها وطهريتها. نعم، هؤلاء الآلاف وعشرات الآلاف الذين نزلوا للشارع قالوا وبكل وضوح: التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. نعم، قالها الشعب التونسي وبوضوح. هذه عصابة إجرامية، فعلى الشعب التونسي أن يحاصرها من كل الأماكن حتى لا تفلت، وأن يقع متابعة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم في الخارج، لأن في الداخل في الوضع الراهن لا يمكن ذلك. نعم يا شعبنا، وكما قال أستاذ العربي القاسمي: مشكور يا شعبنا، لا تتركوهم، يا شعبنا هذه فرصتكم، يا شعبنا هذا وقت الحرية، يا شعبنا هذا وقت الانعتاق. وأختم كلمتي هذه بتحية وربما في الأخير فاتحة على روح الأستاذ المناضل الكبير عز الدين القفصي الذي توفي منذ أسبوع ورفض أن يعود عودة ليس فيها رجولة وليس فيها شهامة ولا كرامة. رجع في تابوت وكان دائما يحضر الاجتماعات كما تعلمون. فتحية إلى روحه وتحية لكل مناضل حر وشريف، وإلى الأمام. وتونس حرة، واللي ما يعجبوش على برا. تونس حرة.